بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا من معجزات الشهيد العظيم أبونا مينا عبود. بس قبل ما نتعرف على تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة. بتحكي وتقول ايه؟ بتحكي واحدة سيدة بتقول ان هي كانت دايما بتحب تروح السبع كنايس في مصر القديمة، تزور يعني كل الكنايس اللي هناك. وبتقول من ساعة ما عرفت ان جسد ابونا مينا عبود موجود جنب كنيسة الشهيدة بربارة في السبع كنايس، قالت لازم كل ما تكون فاضية تروح تاخد بركة أجساد القديسين اللي في الكنايس اللي هناك، ومعاهم أبونا مينا عبود شهيد العريش. وفي مرة من المرات اللي كانت بتزور فيها الكنايس وكانت بتزور جسد أبونا مينا عبود وبتاخد منه بركة في المزار بتاعه، وهي هناك لفت نظرها وهم واقفين ناس كتيرة يعني بيعملوا التمجيد قدام جسد أبونا مينا. لفت نظرها واحدة ست غير مسيحية واقفة هي وبنتها، كانت شابة كده تقريبا في سن 18 سنة. لفت نظرها ان الام الكبيرة دي واقفة مع كل الناس اللي واقفة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل هناك. فهي راحت لها الست اللي بتحكي دي، راحت لها وسألتها قالت لها هو انتي واقفة معانا؟ انتي عارفة ده مين؟ واللي انتي واقفة قدامه ده يبقى مين يعني؟ فردت الست السيدة اللي هي غير مسيحية قالت لها لا، هما كانوا واقفين قدام جسد ابونا مينا. قالت لها لا انا معرفش، انا لقيتكم واقفين فوقفت زيكم معاكم يعني. هنا بتقول ان هي فهمت ان الست دي تعبانة من حاجة وسمعت عن ابونا مينا، فقالت لها ده حبت تعرفها عليه يعني، فقالت لها ان ده اسمه ابونا مينا وده شهيد العريش. وقعدت تحكي لها وتقول لها ان الاخوان هم اللي قتلوه، وبعد موته سنة 2013 لغاية اليوم ده بتحصل معجزات كتير مع كل الناس، كل اي حد بيطلبه بيحصل معاه معجزة، مسيحيين او غير مسيحيين. وقالت لها بس انتي اطلبي منه لو عندك مشكلة وهو هيتصرف ويحلها. فردت عليها الست دي وقالت كده يا رب اشفيني. وقفت قدام جسد ابونا مينا عبود هي وبنتها. فالست اللي هي الاولانية دي اللي بتحكي القصة خلصت الكلام معاها وراحت تكمل التمجيد مع الزوار اللي كانوا واقفين بيقولوا التمجيد لابونا مينا. وفجأة واثناء ما هما بيقولوا التمجيد سمعت صراخ الست دي جاي، الصراخ جاي من ناحية هناك يعني، فبتبص لقت الست دي هي اللي بتصرخ. فصاحب اللي بتحكي المعجزة بتقول ان هي سابت التمجيد وجريت عليها، لقيتها متسمرة في مكانها وعينيها مرفوعة لفوق في اتجاه الصورة بتاعة ابونا مينا عبود اللي كانت متعلقة فوق الجسد بتاعه، ومتسمرة مكانها كده ومش متحرك خالص، وبدأ الصراخ بتاعها يزيد. والست اللي بتحكي المعجزة دي بتقول في لحظة خرجت من الشنطة بتاعتي زيت ماري جرجس، كانت واخداه بركة من الدير اللي هو بتاع ماري جرجس في طريقها ده، وفتحت الزيت فتحت بق السيدة اللي بتصرخ دي وشربتها كل الزيت بتاع ماري جرجس، وحطت كمان صورة ابونا مينا عبود على وشها وصورة ماري جرجس. فبدأت الست تصرخ اكتر واكتر ووقعت على الارض وهي بتصرخ وعينيها مفتوحة وبصة برضو لفوق كأنها شايفة حد واقف قدامها. والسيدة اللي بتحكي المعجزة بتقول ان هي دهنت كل وشها بالزيت وبالزيت يعني بتاع ماري جرجس ده، وبتقول ان ايديها كانت مشدودة على الارض، ودهنت كمان ايديها ووشها بالزيت على شكل صليب، وقالت له يا ماري جرجس يا ابونا مينا عبود ساعدوها. وبدأت الست دي تصرخ اكتر واكتر بصوت عالي، وفجأة بعد ما بدأت تصرخ يعني بدأت تكح ورجعت على الارض. فهموا بعد كده الناس اللي واقفين ان هي كانت شاربة حاجة فيها
زي سحر او عمل شيطاني يعني. بدأت تساعدها ان هي ترجع اكتر علشان تخرج كل اللي موجود جواها. وبعدين الست دي صرخت بصوت عالي وعينيها كانت لفوق، وبعدين غمضت عينيها ثواني كده وفتحتها تاني وبدأت تفوق وقالت هو في ايه، ويعني تستوعب هي موجودة فين وايه اللي حصل وكده يعني. وبنتها كانت واقفة جنبها بتبكي من الخوف على والدتها. فبدأت الناس اللي واقفة يطمنوها ويهدوا فيها يعني ان هي والدتها هتبقى كويسة وكل حاجة، وقالوا لها خلاص ابونا مينا شاف شغله وشفاها، وقالوا الحمد لله يعني. ولما الست بدأت تتكلم وتفوق قعدوا يقولوا لها ان ربنا شفاكي ببركة وشفاعة ابونا مينا عبود. وبدأت الست تفوق كده وتقوم من على الارض، وقعدوا الناس يظبطوها يعني ينظفوا لها هدومها من التراب. سألتها الست دي بتقول لها هو انتي بقالك قد ايه تعبانة؟ فردت عليها قالت لها انا بقالي 20 سنة تعبانة، ورحت للشيوخ كتير وصحراء، كل مرة كنت بتعب فيها اكتر واكتر. فسألتها الست اللي كاتبه بتحكي المعجزة بتسألها تاني قالت لها طب ايه اللي كان بيحصل معاكي بالظبط؟ قالت لها انا كنت بشوف اشكال ناس شكلها وحشة خالص في البيت رايحين جايين حواليا، واوقات كان بيوصل بيهم الحال ان هم كانوا بيضربوني وبيخوفوني، وحياتي كانت كلها مشاكل ونكد وحياتي باظت خالص يعني. بتقول ورحت في مرة لواحد من الشيوخ، بتقول كتب على ظهرها بالدم واداها حاجة تستحمى بيها وكمان حاجة تشربها. بعدها كانت بتتعب اكتر واكتر. وبتقول لها ان هي كتير كانت بتكون في الشارع مع بنتها، وبنتها بتقول لها بعدين بعد ما بتروح البيت يعني بنتها تحكي لها وتقول لها انت كنتي هتقلعي هدومك في الشارع والناس منعتك بالعافية. وبتكمل الست وتحكي وتقول بتقول لها يعني للست التانية انا بقالي 20 سنة في عذاب. فسألتها الست اللي بتحكي المعجزة قالت لها طب انتي ايه اللي عرفك بأبونا مينا عبود؟ قالت لها انا معرفوش، انا في ناس قالت لي روحي كنايس مصر القديمة بتاعة المسيحيين وانتي هتخفي. فانا جيت نزلت محطة ماري جرجس في المترو ومشيت مع الناس اللي داخلة الكنيسة. فسألتها اللي بتحكي المعجزة وتقول لها طب انتي كنتي حاسة بحاجة وانتي داخلة الكنيسة يعني وانتي داخلة الكنايس يعني مخنوقة مش عايزة تدخلي مثلا؟ قالت لها لا بالعكس انا كنت فرحانة جدا مش عارفة ليه، وكنت مرتاحة كأني كنت طايرة من على الارض. فقالت لها يعني ايه طايرة من على الارض؟ قالت لها يعني حاسة اني مش ماشية على الارض، رجلي مش بتمشي على الارض. فقلت لها طب وصلتي المزار هنا ازاي؟ قالت لها الاخت دي وشاورت لها على واحدة كانت واقفة معاهم، قالت لها هي دي اللي قالت لي روحي عند ابونا مينا عبود وخدي بركته. فبصت الست التانية للاخت دي وسألتها قالت لها هو انتي قلت لها ايه؟ قالت لها انا شفتها عند كنيسة الست بربارة وحسيت انها تعبانة، قلت لها تعالي انا رايحة عند ابونا مينا عبود زوري معايا، وفعلا جت معايا وبعدها حصلت المعجزة. بتكمل الست اللي هي الغير مسيحية وبتقول وانا داخلة كنت فرحانة، ولما وقفت معاكم قلت يا رب اشفيني، وبعدين ما حسيتش بنفسي غير وانتم بتفوقوني وبتقوموني من على الارض. فسألتها الست دي تاني قالت لها طب انتي شفتي حاجة وانتي في الغيبوبة دي علشان انتي كنتي باصة بعينيكي لفوق؟ هو انت كان في حد واقف انت شايفاه يعني؟ قالت لها ابونا ده، وشاورت على صورة ابونا مينا عبود اللي متعلقة على المزار. قالت لها ابونا ده كانت عينه كبيرة وبصالي وانا كنت مخنوقة وهو باصصلي بعينه الكبيرة دي. بعد كده حسيت ان في حاجة خرجت مني وطارت. فابتسمت الست وقالت لها مبروك على شفائك وربنا شفاكي والمعجزة تمت معاكي بشفاعة ابونا مينا عبود، وانتي خلاص خفيتي كده، والحاجة الوحشة اللي كانت جواكي وانتي كنت شارباها خلاص خرجت منك لما انتي رجعتي. فردت عليها الست اللي كانت تعبانة دي وقالت لها يعني هما كده مش هيخوفوني تاني في البيت؟
ويعني مش فيش حاجة هشوفها حاجة وحشة تاني. قالت لها لا، وهي علشان الست دي تطمنها كان معاها ازازة زيت بركة من الشهيد ابو سفيان. قالت لها خدي الزيت ده وادهني بيه كل الشقة بتاعتك وكمان عيالك، وببركة ماري جرجس وابونا مينا عبود وابو سفين كل حاجة هتنتهي وهتبقى حياتك كويسة خالص ومش هتشوفي اي حاجة وحشة تاني. فرحت الست جدا جدا وشكرت ربنا ان هو شفاها، وقالت لها هو انا ممكن اجي ازور ابونا مينا عبود ده تاني؟ قالت لها ابونا مينا بيحب كل الناس، مسيحيين وغير مسيحيين. لها بس تعالي، محدش بيمنع حد من زيارته. فمشيت معاها الست دي، وبعد ما حصلت المعجزة مشيت لغاية المترو وسلمت عليها وقالت لها مبروك تاني على المعجزة وودعتها. والست دي بتحكي المعجزة وبتقول ان هي دي شاهد عيان، يعني ان هي شافت المعجزة دي حصلت قدامها بشفاعة الشهيد العظيم ابونا مينا عبود. بركة شفاعته تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا في رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.